السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هاد لا فيديو. على بالي كامل بعد ما كملتوا حلوى تاع العيد راكم تحوسوا على حاجه سهله تستقهواو بها مع لاتاي ولا قهوه حليب للعشيه ولا للصباح. هاد البيسكوي ولا الموسكوتشو راح يجي خفيف ريشه البنات، ناجح من اول تجربه، يجي عالي ويجي خفيف قطن، تقول جينواز ماشي موسكوتشو. مقادير جد بسيطه، جيبي اي مول عندك في الكوزينه وروحي نحضروه مع بعض. وصفة ناجحة مضمونة 100%. رحب كامل مشتركاتي واللي دخلت أول مرة معايا القناة، تقولك حبيبتي مرحبا بك، اشتركي فعلي الجرس باش يوصلوك فيديوهاتي. وانتم محبباتي نقولكم ديما شجعوني بلي جيم تاعكم والبارتاج فضلا وليس أمرا. بعد ما نصلوا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ندخلوا في الوصفة. عندي هنا 3 حبات بيض حجم متوسط، ديروا لهم كاس تاع السكر، سكر حبيبات، دير لهم رشه تاع الملح. الكاس تاعي يرفد 220 مليلتر. ملاحظه هنا، لكان حبات البيض تاوعك كبار حجم كبير ديري 2 حبات بيض فقط، راح تعطيك نفس النتيجه. واذا كان حب بيض صغير ديري 3. راح نزيد 2 ساشيات تاع لافاني، تقدروا ديروا لافاني الاخرى تاع الميزان، ديروا ملعقه صغيره. راح ندير نص كاس زيت، قلنا الكاس هذا يرفد 220 مليلتر. شفتوا النص كاس تاعي وين يلحق؟ الزيت يلحق عند هذاك الخط. نص كاس تاع الزيت ونطلع بالباتور. دائما نستعملوا الباتور راح تحصلي على نتيجه افضل. وإلا ما عندكش عادي استخدمي لو فوي تاني، كيف راح يجي البسكويت تاعك ما شاء الله. بعد ما طلعت الخليط تاعي مليح راح نزيد الحليب دافي، نصف كاس تاع حليب دافي. توجور كي نخلط بالباتور لازم الخليط تاعي يكون يضاعف الحجم تاعو. هنا زدت ملعقه، نصف ملعقه صغيره خميره الخبز، هذا السر الاول باش يجي البسكويت تاعكم خفيف. نصف ملعقه صغيره خميره خبز. ضفت الكاس الاول تاع الفارينه، وضفت زوج مغارف كبار تاع المايزينا ولا نشا تاع الذره. هنايا زدت 2 مغارف كبار تاع جوز الهند، هذا اختياري، وساشي ونصف ولا كيس ونصف خميرة كيماوية، يعني درت 15 غرام خميرة كيماوية خاصة بالحلويات. اللي تبغي دير لانوات كوكو ديرها، اللي تبغي دير كاوكاو تقدري ديري 2 مغارف كاوكاو، كيما تقدري تستغني. بصح هاد المقادير ولا المكونات راح تعطيه ذوق ولا اروع. زدت هنا الكاس الثاني تاع الفارينة، يعني في الخليط كامل استعملت 2 كيسان فارينة بيكونوا ممسوحين. نجيب ليمونة، راح نستعمل مبشور ليمون، كيما تقدري تعوضيه بالزاز تاع الليمون. نخلط هنا بالفوي. اون فوا نبدا نستعمل الفارينة والنواشف نستعمل الفوي. كيما شفتوني هنا زدت عطر الليمون، راح يزكي النكهة. والسر الثالث باش يجي البسكويت تاعكم خفيف هو ملعقة كبيرة تاع الخل. ملعقة كبيرة تاع الخل غادي تتحصلوا على بسكوي ولا موسكوتشو خفيف ريشة، يجي كيما لا جينواز. كيما تقدروا تعوضوا هاد الملعقة بعصير ليمون. هنا راني نوريكم البنات اللي ما عندكمش هذا المول اللي استعملته، يعني استعملي اي مول عندك في الدار. المول القديم تاعنا، هذا المول اللي يشبه المول عجيب، يعني اي مول عندك في الدار جيبيه وجربي هذه الوصفه، راح تتحصلي على نفس النتيجه اللي تحصلت عليها. موسكوتشو طالع الله الله في العلالي، خفيف بنين زاكي ما شاء الله، كما شفتوا اقتصادي، يعني ما فيش بزاف مقادير. هنا راني شعلت الفور تاعي ل 160 درجه مئويه، يعني كي بديت نخلط شعلت الفور تاعي، نقصت له درته 160 درجه مئويه. راني نوري لكم ونحط المول تاعي بعد ما خبطته مليح نحطوه في الفور في الرف الوسطاني. راني شاعله الفونتيلاتور، شوفوا النار راهي متوسطه قليله. نقص له نخليه يطيب من التحت. اون فوا نشوفوا الحواشي يتحمروا نروح نشعله من الفوق حتى يدي هذه التحميره اللي راكم تشوفوا فيها. فوالا، وما نخربش فيه حتى يبرد. كي يبرد نجيب انايا هنايا سكين ونشوف الحواف يكونوا دي فوا لاصقين. قبل ما نحطوا المسكوتشو تاعنا البنات ادهنوه بشويه زبده ولا زيت وديروا له شويه فارينه باش ما يلصقش معاكم. هذه استيس راهي معروفه، بس دائما نبغي نمد لي زاستيس للمبتدئات خواتاتنا وبناتنا الصغار.
فوالا بعد ما برد المسكوتشو تاعي، شوف كيفاش جا ما شاء الله، جا عالي، جا خفيف، ريشه، جا الله يبارك. التزيين اختياري، تقدري كيما راه كيما هكا ديري له غير رشه تاع سكر غلاس وانتي مسكوتشو تاعك راه واجد. تقدروا ديروا لا كونفيتور بلا نوات كوكو، انا كان عندي شويه عسل هنا، انا بغي العسل ولا نوات كوكو ولا ديبو شوكولا، دونك درت تزيين نص بنص، نص درت العسل ونوات كوكو كيما راكم تشوفوا معايا، والجزء الثاني درت فيه الشوكولا. كانت عندي شويه شوكولا، هاد الشوكولا كان فيها الكاوكاو، خدمت بيها غاطو ولا صابلي غوشي، الو درت زدت كملت بيها ديكوراسيون تاع البسكويت تاعنا. تنجموا تستعملوا شوكولا اتارتيني، تستعملوا نيسلي، يعني شوفوا الديكور نتوما واللي متوفر في الدار، كما يقولوا الجود بالموجود. فوالا هكذا كانت مسكوتشو تاعنا واجده الله يبارك، خرجت ما شاء الله بنه خفه، يعني ما تحشمكش، سواء يجيك ضيف سواء تديها في يدك الضيف، شوفوا كيفاش خفيف، سواء تفرحي بها العائله تاعك وليداتك ومولا دارك. المهم شوفوا نقسم مع خواتاتي الحبه، كيما توجور نقول لكم البنات الصدق والمصداقيه في وصفاتي، شوفوا يخرج ايبونج الله يبارك، خفيف ريشه جينواز ماشي موسكوتشو. الكياب تاعو تاني كيف كيف، حمروه من تحت مليح، زيدوا حمروه البنات من الفوق مليح، شوفوا العلو تاعه، شوفوا كيما نقولوا القوام تاعه يخرج ما شاء الله. يعني وكيما قلت لكم عندك زوج بيضات تخرجي نفس النتيجه، يعني مقادير مضبوطه بسيطه واكيد اكيد متوفره في كل بيت. كانت هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. جاسبر البنات ما تبخلونيش بلي جيم تاعكم، اني نشوف ولا ماركي بزاف اخواتي يدخلوا يشوفوا لا فيديو حتى جام ما ديرهاش. جزاكم الله خيرا اللي دير لي جام ولا دير تعليق ولا تبارطاجي، نقولك ان شاء الله في ميزان حسناتك حبيبتي، اتاكدي راح عندك اجر ان شاء الله، مادام راكي تعاوني في وحده راهي تتعب وتشقى باش تنجح محتوى تاعها، محتوى بسيط تاع الطبخ راح يفيدك ويفيدني انايا، واكيد في ميزان حسناتنا. هنا كنت وجدت شويه تاع لاتاي البنات درتها مع المسكوتو تاعي لوليداتي، ان شاء الله شهيتكم في الجنه. انا نقول لك الا مازال ما جربتيش الوصفه نوضي روحي جربيها وفرحي بها العائله تاعك، ما رايحاش تندمي. الا بغيتوا اي وصفه قولوا لي البنات في التعليقات وراح نبارطاجيها معكم. لا كنتي اول مره دخلتي لقناتي ما تنساش ابوني في طريقك، ما تنساوش الجيم والبارطاج، خلوا الوصفه توصل اكبر عدد من الاخوات يستفادوا معنا. وديما نقول لكم تعليقاتكم الشابه كيما نتوما، وما تنسوناش من صالح دعائكم. هكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم البنات، نقول لكم في امان الله والسلام عليكم.